قبل ما تسمع اللي جاي خلي الموبايل بعيد عن ودنك شوية. مش عشان الصوت عالي، عشان مش كل الأصوات جاية من السماعة. القصة دي مش حكاية ولا خيال ولا تجربة اتألفت عشان تخوفك. ده ملف اتقفل واتفتح بالغلط واتمسح وبعدين رجع. واحنا في بلاك سيجنال ما بنوعدكش انك تطلع سليم، بس بنوعدك انك هتعرف ليه في ناس بتسمع صوتها بيرد عليها متأخر شوية. ولو في أي لحظة حسيت إن الهمس قريب أو إن الإشارة قطعت فجأة، ما تكملش لوحدك. أنت دلوقتي بتسمع على بلاك سيجنال، ملف رقم 611، مكالمة بعد الموت. في سنة 2018 في مدينة صغيرة شمال إيطاليا، كانت الشرطة بتراجع بلاغ عادي جدا. جار بيشتكي من صوت موبايل بيرن بقاله يومين متواصلين في شقة فاضية. الشقة كانت بتاعت جاره، راجل عنده 42 سنة مختفي من أسبوع، ومحدش من أهله عرفله طريق. لما الشرطة كسرت الباب، الصمت كان تقيل والهوا كان خانق، وكأن الشقة مقفولة من سنين مش من أيام. مفيش جثة، مفيش أثر عنف، بس كان في موبايل على الترابيزة بيرن. الضابط رد. الصوت اللي سمعه خلاه يبعد الموبايل عن ودنه فورا. كان صوت الراجل ده ذات نفسه، بس مكسور وواطي وكأنه جاي من تحت الأرض. بيقول: لو سمعت الصوت ده ما تدخلش الشقة. المكالمة فصلت. الرقم اللي اتصل بعد ما حققوا لقوه ان هو نفس رقم الراجل، وسجل المكالمات أكد ان الموبايل عمل اتصال بنفسه. الغريب ان الكاميرات في العمارة اظهرت ان الراجل ده دخل الشقة ومطلعش بعدها ابدا، ولا حد دخل ولا حد خرج. الاكتشاف اللي يرعب ان بعد تفتيش اداء الشرطة لاحظت حاجة غريبة في الحيطة ورا الدولاب، طوبة مختلفة عن الباقي. لما اتشالت كان في فراغ ضيق جدا. جوه الفراغ ساعة مكسورة وخاتم وبقايا عظام بشرية متفحمة جزئيا. الطب الشرعي أكد إن العظم ده عظم الراجل، ومتوفي من أكتر من 3 شهور. لكن الموبايل آخر مكالمة اتعملت من يومين فقط. اللي مفيش ليه تفسير. الملف اتقفل تحت بند سبب الوفاة غير قابل للتحديد. لكن الغريب إن الضابط اللي رد على المكالمة كتب ملاحظة أخيرة قبل ما يطلب نقله من الاسم: من يومها موبايلي بيرن كل ليلة الساعة 3 الفجر، ولما ارد اسمع نفسي بقول ما تردش. بعد ما الضابط طلب نقله الملف اتقفل رسميا، لكن اللي محدش يعرفه ان قبل ما يمشي نسخ كل حاجة على فلاشة وخباها. بعد 6 شهور الفلاشة ظهرت، مش في الاسم، ظهرت على مكتب صحفي اسمه ماركو، معروف انه بيطلع الملفات اللي الدولة بتحاول تدفنها. مفيش مرسل، مفيش ظرف، بس ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط متكسر: لو فتحت الملف ده ما تسمعش الصوت. ماركو شغل أول ملف صوتي، كان تسجيل مكالمة، نفس المكالمة اللي الظابط رد عليها، بس الفرق الصوت ما كانش بيقول لو سمعت الصوت ده ما تدخلش الشقة. الصوت كان بيقول لو سمعت الصوت ده انت كده جوه الشقة. وفي الخلفية صوت تكتكات زي ساعة قديمة بتعد بالعكس. الحقيقة اللي اتخبط، الملف كشف ان دي مش اول مرة تحصل. في 11 حالة من سنة 1979 نفس السيناريو بالظبط: شخص يختفي، موبايله يتصل بعد موته، جملة تحذير، شقة مفيش فيها أثر دخول أو خروج. والمرعب أكتر، كل الضحايا كانوا عايشين لوحدهم، وكلهم كان عندهم نفس العادة: بيكلموا نفسهم بصوت عالي قبل النوم. آخر تسجيل في آخر ملف كان متسجل بعد اختفاء الراجل بشهر. صوت الضابط نفسه وهو بيهمس: أنا فاهم دلوقتي، الصوت مش بيطلع من الموبايل، الصوت بيطلع من المكان اللي بيسيبوه فاضي جوانا. وفجأة صوت رنة وبعدين صوته بيتغير. ماركو، لو بتسمع التسجيل ده اقفل الملف، الدور جاي عليك. ماركو اختفى بعد نشر التحقيق ب48 ساعة. الملف اتمسح من كل المواقع، بس نسخة واحدة لسه موجودة، النسخة اللي انت بتسمعها دلوقتي. ولو في اللحظة دي حسيت ان موبايلك اتهز او سمعت رنة خفيفة، ما تبصش وراك وما تردش. اول تفصيلة بقى ما اتنشرتش: كل الضحايا ال11 كانوا بيصحوا كل يوم الساعة 3 الفجر من غير منبه ومن غير كوابيس، بس بإحساس واحد مشترك: إن في حد واقف في الأوضة ومش بيتحرك. ولا واحد فيهم شاف حد، بس كلهم وصفوا نفس الإحساس: هوا تقيل، ودانهم بتزن، صوت نفسهم هما الشقة.
المهندسين اللي كشفوا على شقة أنطونيو اكتشفوا حاجة مرعبة. المساحة الداخلية للشقة أكبر من المساحة الخارجية المسجلة في الرسومات، فرق 60 سنتي، كأن في جزء مش محسوب. الفراغ اللي ورا الحيطة ما كانش مجرد تجويف، كان ممر ضيق جدا ومش باين في أي مخطط، وحوافه عليها أثر خدش أظافر من جوه لبره، يعني مش حد اتحبس جوه، حد كان بيحاول يطلع. في تسجيل اتحذف من الأرشيف ورجعه خبير صوت بالعافية. أنطونيو قبل اختفائه ب3 أيام كان مسجل نوتة صوتية بيقول فيها أنا مش مجنون، بس الصوت اللي بيرد عليا مش بيطلع من بقي. وبعدين همس أنا بسيب المكان فاضي وهو ما بيخشش. إيه هو؟ مين هو؟ الملف مسموهوش، بس وصفه ملوش شكل، ملوش ظل، ما بيظهرلوش إلا لما الشخص بيبقى لوحده وما بيعرفش يقلد غير صوتك انت. العلماء كتبوا تفسير غريب. العقل البشري لما يكرر الكلام مع نفسه بيفتح دايرة مغلقة، ولو الدايرة فضلت مفتوحة كفاية حاجة تانية ممكن تكمل الرد. أخطر تفصيلة، كل الضحايا في آخر مكالمة ليهم قالوا جملة واحدة بنفس الترتيب بنفس النبرة: أنا سامعك بس مش شايفك. ودي الجملة اللي كانت مكتوبة بخط صغير جدا ورا ورقة التحذير اللي وصلت لماركو الصحفي. آخر تسجيل صوتي قبل اختفائه بقى قال فيه ايه: أنا فهمت ليه بيخلي الموبايل يرن، عشان نرد وعشان نسمع نفسنا واحنا جوه المكان اللي سبناه. صوت خطوات بطيئة وبعدين صوته بيتحول وبيقول دلوقتي دورك تسمع مش تتكلم. والتسجيل بيقف على كده. من يومين ملف باسم 611 اتفتح، بلاغ جديد، مدينة جديدة، نفس الساعة، وآخر سطر في البلاغ المبلغ بيأكد إن الصوت مش صوته بس بيطلع من بقه. بلاغ 611 كان مختلف عن كل اللي قبله. المبلغ ما كانش شخص عادي، كان موظف أرشيف شغله الوحيد إنه يقفل الملفات. اسمه مورو، وهو آخر واحد لمس ملف 611 قبل ما يتحط في الخزنة. اللي حصل في الليلة الأخيرة الساعة 3 الفجر، صحي على رنة موبايله، الاسم اللي ظهر على الشاشة اسمه نفس صورته. افتكرها غلطة ورد. الصوت قال بهدوء مرعب: ما تقفلش الملف، احنا لسه جوه. قبل ما يقفل المكالمة سمع صوت درج بيتفتح، درج المكتب. في الصبح الأمن لقى دانيال قاعد على كرسي، عيونه مفتوحة، مفيش أي إصابة، بس الغريب جهاز التسجيل شغال وبيسجل صوته وهو ساكت. بعد 11 دقيقة من الصمت الصوت اتكلم، بيقول الدايرة اتقفلت. الحقيقة الأخيرة اتقالت. التحقيق الأخير كتب تفسير واحد بس واتحط عليه ختم سري جدا: الكيان لا يقتل الجسد وهو يستبدل المكان. يعني ايه؟ الشخص ما بيموتش، وهو بيتنقل، بيسيب مكانه في العالم وبيسيب فراغ، والفراغ ده بيتملي بصوته. عشان كده العظام بتتحرق، الشقق بتكبر من جوه، والموبايل بيفضل يرن. الصوت محتاج يسمع نفسه عشان يعرف انه لسه موجود. آخر سطر في ملف 611 كانت صفحة بيضة إلا من جملة واحدة مكتوبة بخط مختلف عن أي حد: لو وصلت هنا اقفل الصفحة، الدور مش علينا. النهاية اللي تخليك تبص وراك من اللحظة اللي الملف اتقفل فيها رسميا. مفيش بلاغات جديدة، بس في حاجة اتغيرت. الناس بقت طول النوم لما يتكلموا لوحدهم يحسوا ان الصوت اتأخر نص ثانية وبعدين رد. ولو في يوم لقيت موبايلك بيرن واسمك ظاهر بس انت ما اتصلتش، اوعى ترد، مش عشان الخوف، عشان اللي بيرد بعدك مش هيطلع تاني. الملف اتقفل، الخزنة اتقفلت، والقضية اتحط عليها ختم سري جدا، بس الحقيقة الصوت ما اتقفلش لحد دلوقتي. في ناس بتسمع همس وهي الوحيدة، وفي ناس موبايلها بيرن باسمها، وفي ناس بطلت ترد. ولو فاكر ان اللي سمعته مجرد قصة، افتكر ان كل الملفات دي ما كانتش هتطلع للنور لولا ان بلاك سيجنال قررت تفتحها. ولو في يوم وانت بتسمعنا حسيت ان الصوت قرب او الاشارة بقت اوضح من اللازم، اقفل الفيديو، اطفي النور وما تتكلمش، لان بلاك سيجنال مش بتحكي قصص، هي بتحذرك من الواقع.